مركز راشد لأصحاب الهمم، نحتفي بهذا الصرح وعيد ميلاده 30 وعقبال إن شاء الله المئات من السنين. وسعيدة أني اليوم مع أختي وصديقتي والغالية على قلوبنا كلنا أستاذة مريم عثمان. طبعا شكرا لكم اليوم انتم لحضوركم وتواجدكم، وهذا يدل على محبتكم لهالمركز، محبتكم لاصحاب الهمم، ايمانكم بقضيتهم ودعمكم. وجودكم هذا دعم ترى وسند ودافع لنا احنا ان نحاول دائما نقدم الافضل والمزيد لعيالنا. جميل. عندي سؤالين على السريع. تمام. مريم عثمان ومركز راشد اسمين فيهما معاني العطاء والإنسانية المباشرة، فهل مريم عثمان وبعد أكثر من 30 سنة ما نبغى نكبرش بعد في هذا العمل الإنساني تطمح بأن تكون ماما تريزا أو مثلا مريم بنت الإمارات أو بنت راشد وزايد؟ ونريد أن نعرف بعد المشاهد والمتابع الكريم من هو قدوتك في هذا الصف؟ طبعا انا بنت راشد وبنت زايد اكيد، ولا فكرت يوم من الايام اكون مادر تريزا ولا بروح في هالستايل. انا احب اعيش كل شيء حقيقه. في سر بتقولي؟ لا احب اعيش كل شيء، يعني مش اعيش بس دور الوحده اكيد يعني انا معطاءه بطبعي. احب العمل الانساني، بس احب اعيش الجانب الاخر من الحياه. يعني مادر تريزا كان جندت حياتها كله للعطاء الانساني، انا لا. شوف انا صريحه، أحب الحياة، أحب بعطي الجانب الإنساني، بس بحب الحياة من جانب آخر. بحب أني أكون مريم الأم، الزوجة، السيدة المجتمع اللي تهتم بنفسها. أروح حفلات، في نفس الوقت عملية، في نفس الوقت إن جميل إن يعني جزء كبير من عملي فيها عطاء. يعني أصلا أنا عملي كله إنساني، لكن اني اكون اقول لك من الساعه من الصبح لفي الليل كل شغل انساني، لا. متلازمه داون. وانت اخبر مني في هذا الوصف بالنسبه لها الحالات، لكن متلازمه مريم عثمان هي مركز راشد واهتمامها كله في مركز راشد. ماذا اعتقي هذا العمل بعد هذه السنوات؟ هل هو الشهره او المال او المتعه والشغف، او ان هناك سر حابه انت تقولينه حبيبي؟ شهره عمري ما فكرت فيه. شهرة يعني من أصحاب الهمم، يعني كيف يعني؟ أنا أصلا في البدايات أصلا ما كنت أطلع ولا كنت أطلع في الإعلام، وكنت أشتغل ورا الكواليس. بعدين طبعا مع السوشيال ميديا والهذا أنا طلعت يعني تفرض علي. أنا بشتغل بعشق بحب. هلا عايزين يصدقون يصدقون، ما يبغون يصدقون مش قضيتي. يعني انا مش قضيتي اني اخلي الناس تصدق انا شو بسوي وشو ما بسوي. المهم انا بعمله بصدق، انا بعمله بحب. انا مع اصحاب الهمم او اي عمل اخر اذا انا بسويه اذا لم يكون في حب من جواي انا ما بسويه. ف شهره وما شهره هذا مش انت تروحي للشهره، اذا انت تعملين بصدق الشهره بتيج. بس انا ما فكرت يعني في هذا الشيء. انا بقدس شغلي، مؤمنه بالاتقان في كل شيء في حياتي، مش بس في، على فكره مش بس كواحده تشتغل في مجال اصحاب الهمم، في بيتي مع زوجي مع عيالي، حتى لما ادخل المطبخ، حتى يعني انت جيتي عندي انا احب كل شيء متقن. احس انه هذا طبيعتي، انا ادخل في التفاصيل، ادخل في هذا. حتى العمل اليوم اللي عملناه يعني ممكن كأي مديرة عندي ما شاء الله تيم يقدموا أي شيء وكم فقرة على كم أغنية وخلصنا، لكن أنا كنت موجودة في كل فقرة، في كل كلمة كتبت، في كل فيديو، في كل هذا، لأني أنا أحب العمل برؤية معينة وبإتقان معين وبروح معينة. كثير مهم إن العمل يتقدم فيه روح. كثير مرات نحضر حفلات رائعة بس ما فيها روح، بس إحنا هني كلنا نشتغل بروح. مش قضيتي بقى اللي يصدق أي طريقة. فأنا أقول كلمة في الختام. لما أقول مريم عثمان أختي، فأنا واجب علي أني أعاملها مثل فعلا أختي اللي من أمي وأبي. فنقول للحساد موتوا بغيظكم بويا. أنا مش فاضية حقيقي، مش فاضية أني أرد. يعني أنا تعلمت شيء من الشيخ محمد الله يطول في عمره، يقول بوي ركز على هدفك، يمين يسار. هذا ما عندي وقت اني اطالع مين اللي يمين يسار. انا عندي هدف معين امشي، لو دقيقه التفت ما بصوب الهدف. انا عندي هدف امشي. كلام ما يهمني. يهمني كلام اذا ناس يعنولي، ناس انا بعرف ان كلامهم له قيمه بالنسبه لي، لا اضافه لا توجيه، بسمع.
انما ناس بس ياسه تتكلم خلت تتكلم. الناس طول عمرهم تتكلم، ما خلوا شيء ما تكلموا عليه، ما يهمني، مش قضيتي اصلا. احبك. الله يسلمك. احبكم كلكم واحب هاي.